السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل ديكور الأخشاب العتيقة، الأخشاب القديمة. يعني يا جماعة النهارده إن شاء الله هنعمل ديكور الأخشاب قديمة أو أخشاب عتيقة. الأدوات اللي هنستخدمها في الديكور ده بسيطة، هناخد حتة خشب قديمة زي دي، وهناخد فرشة سلك، وهنبدأ في اتجاه ثمرة الخشب، وهنشتغل بفرشة السلك بحيث نفتح ثمرة الخشب لغايه ما توصل معانا للدرجه دي. كده الخشبات اللي احنا نشتغل بيها نعمل بيها التأثير جاهزه، خليها كده على جنب. ده الخطوه الجايه هنحتاج معجون جدران عادي، اي معجون توفر عندك. حلو، هناخد معجون وهنبدا نفرد المعجون على المساحه اللي احنا حابين نعمل الديكور بتاعنا عليها. وهنبدا ناخد الخشبه يا جماعه اللي احنا جهزناها في البدايه بعد ما نكون نزلناها في شويه ميه، تمام. وهنبدا من اول الحيطه اللي احنا فردنا عليها المعجون، هنبدا ننزل بالشكل ده. الجفاف السطحي هنبدا ناخد المسطره بتاعتنا، تمام، وهنبدا كده نثبت على الحيطه اللي احنا عملناها على شكل خشب، وهنقيس 15 يعني عندي ال 15 سم، وهناخد علامه عندي 15، وهناخد علامه لغايه لما لما الحيطه تخلص معانا. العلامات هناخد اي مسطره، تمام، وهنثبت المسطره على العلامه من فوق وعلى العلامه من تحت بالشكل ده، وهناخد مسمار، اي مسمار يكون موجود عندك، وهنبدا نشيل المعجون في المنطقه دي. صنفرة، وهنمشي على الشكل بعد ما جف، مش هندوس يعني، يا دوب هنطير الروايش بس. هناخد لون رمادي اغمق من لون البطانه، يعني هو ابيض ورمادي وشويه اصفر جملي، وهنبدا ندهن. الرمادي ده يا جماعه لامع لامع، لان الخطوه اللي بعد كده لابد الاساس بتاعها يكون لامع، فعشان كده الدهان ده دهان لامع، لامع كامله، دهان بلاستيك مائي لامع. هناخد الجليز يا جماعه. الجليز ده عباره عن دهان ديكور زيتي، دهان بسيط ملهش لون يعني، تمام. ده الجليز من جوه اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنفضي كميه كده، الكميه اللي احنا هنحتاجها، بتخفف بالنفط او بالبنزين، لكن هو ليه نفط مخصوص يعني علشان ما يشدش منك اثناء الشغل. كذا الوان اسود، تمام، وهنضيف على الجليز بعد ما خففناه بالنفط، وهنبدا نقلب بالشكل ده. هنضيف كمان شويه اسود.
وهنبدأ ندهن يا جماعة الخلطة اللي احنا عملناها دي على الحيط اللي احنا شغالين عليه بالشكل ده. وناخد اي قطعة قماش، تمام، وهنبدأ نمسح الشكل. شوية بلاستيك رمادي فاتح يعني، تمام، نعمل بيهم زي ايه كده، زي ما يكون في مسامير هنا مثلا. نعمل ظل للمسمار يعني، مش هنسيبه كده، نديله ظل كده على الماشي، تمام، بالقلم الأسود. يعني الظل بيكون دقيق، فالقلم أعتقد يعني أسهل من الفرشة. طيب كده يا جماعة نكون خلصنا. ده الشكل النهائي للديكور. أتمنى الديكور النهاردة يكون عجبكم. بس كده، اشتمنا لايك وشير، ونشوفكم حضراتكم على خير إن شاء الله في الديكور القادم، ودمتم في رعاية الله.